وابتدت فعاليات الغداء. طبعا يمكن قبل 4 أو 5 أيام كنت مصور الكنعد، مسوي كنعد برياني، بس ما صورت التفاصيل وزعلوا علينا الغالين المتابعين، فقلنا اليوم إن شاء الله بنسويهم بالتفصيل وبخبرهم كيف نشوي الكنعد في الفرن وشو الأشياء اللي نحطيها. طبعا هنا ما شاء الله قطع الكنعد مغسلة بملح شوية طحين، لأن الكنعد بصفة عامة زفر اللي هو قولتهم الصلوحة أو الزنخة قولت إخواننا الأردنيين، فغسلناه ونظفناه وبنسوي إن شاء الله مشوي في الفرن. البهارات اللي بستخدمها بابريكا، فلفل أسود، بهارات سمك، شوية كاري، كزبرة، كركم، كمون. طبعا الكمون اللي هو السنود صديق السمك هو، والتمر الهندي الصبار اللي احنا نسميه، نحط عليه بعد شوية ورق كاري مع ثوم، والموضوع منتهي. الخلطة وبنسويها هنا بنضيف لها طبعا زيت زيتون. الحين نزلنا التتبيلة، نضيف دهنة خفيفة. كذا خلاص تبلنا السمك وجهزناه، حطينا عليه ورق الكاري، شوية بصل، البصل اختياري لأنه بس عشان يعطي نكهة. الحين بندخله الفرن وبنشوي. كذا خلاص تبلنا السمك يا سلام يا سلام يا سلام، جهز السمك. طبعا للعلم الكنعد لما تحطه بالفرن ضروري انه يتبطل، يعني مستحيل تم قطعة واحدة يتبطل، بس هذه النتيجة خرافية. في من الوالدة تحط احيانا له طحين عشان ما يتبطل وما يفصل، بس انا قلت بسوي بدون طحين، بس النتيجة ممتازة والطعم رهيب. خاصة أصحاب الدايت اللي ما يبغوا يغطوه في السمن، هذا خيار.